توجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور للإعلامية حليمة بولند، ولكن فعليا ما الذي حصل؟ في بداية الأمر هي لا تعرف هذا الشخص الذي ادعى عليها، وإنما هو من قام بداية في الدخول على حسابها عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب، وعارض عليها بداية المعرفة وطلب منها الارتباط فيها ارتباط الزواج. وبحكم أن وطلب منها الارتباط فيها ارتباط الزواج وبحكم أن كان في هناك ملاطفة فيما بين الطرفين، فكان في هناك حديث وتبادل للصور. لا يوجد أي فيديوهات مثل ما تم نشره. أي فيديو تم نشره فهو متحصل عليه بطريقة غير قانونية. أي صور تم نشرها فلقد تم التحصل عليه. أي صور تم